اي واو، على وين؟ ايش بسوي يعني؟ بقدم الحلقة؟ المفروض تأخر، اللي يتأخر يستاهل. ما شاء الله. وليه الا انتوا ايش تشوفون اسوي هنا؟ قرش بصل؟ انا اللي عديت، انا عديت لو جهزت، ولا يجي يقدم بس، ما دام تأخر خلاص انا بقدم بدله. وانا ايش اسوي؟ ولا تشوف يدي جريدة يعني؟ صبرك صبرك. ما تجي كذا. ايش قلت بتسوي؟ كلم السحر لك الكاميرا يهز لك اضاءة، انت تو تصدق. تفضل تفضل خلاص. قول كذا. لا يهز لك بس. ناس ما تجي الا بالعين الحمراء. ايوه. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. شوفوا انا بختصر لكم موضوع الحلقه كامل، يعني ما عاد داعي تتابعون انا بس قبل ما نبدا ما اوصيكم لايك وسبسكرايب وتفعلون زر الجرس ضروري. الكورونا ما تحس ان الموضوع اخذ اكبر من حجمه؟ لا يخلونا نصلي في المساجد، لا نروح اشغالنا، المدارس مقفله، ناس باقي لهم شهرين بيخلصون الجامعه ما خلوهم، تخرج من بيتك يقول لك انتبه بتموت، الدنيا مليانه مرض، سلامات، ايش بتموت؟ الاعمار بيد الله، ما هي بيدكم تقسمون على كيف. بعدين شوفوا حاجه، تقريبا 60 يوم من اكتشاف اول حاله في اليمن. وين الكورونا؟ 60 يوما، شهرين كامله. وين كورونا؟ ناس عايشه امورها طيبه، لا يكذبون علينا. عاد أنا بسألكم حاجة، الناس في الدول المتقدمة عندهم أجهزة، عندهم مراكز أبحاث، عندهم مستشفيات متقدمة وأجهزة متطورة، عشان كذا اكتشفوا كورونا. نحن وين الأجهزة اللي عندنا؟ يا رجل يموتون عندنا من عملية لحمية، جيت تقول لي كورونا أنت؟ حكون على من ذا الحين؟ حتى مراكز الفحوصات اللي يقولون عليها، قبل يومين ينشر دكتور من مركز فحص يقول إنه واحد من محاليل فحص كورونا مش متوفر عندنا من 3 أيام. جيت تقول لي يكتشفون حالات كورونا ولا عندنا صحة في البلاد؟ أنا بقول لكم ليش طلعوا كورونا، كله عشان الفلوس، وهو بيروحون بيشحتون باسمنا يجيبون دعم ملايين الإغاثة هذه وين راحت كلها؟ فترة من الزمن وكله بينتهي ذا، كل المرض كذب، خلونا حد يضحك عليكم. خلصت. ايوه خلصت، موضوع اكبر من حجمه اصلا. خلاص بالله شيل نفسك وعلى ركنك يلا. طيب لا ترفع صوتك بس، انا جالس لك هنا تقول حاجة غلط بس. دنيا كل من علق له حديد على كتفه قد يتكلم من خشمه. قلت شيء ها؟ لا راجع الكلام الله يهديك، انت تحسس. انتبه في كلامك كله مرصود. مرصود ولا مسفلت؟ نكت ابويا كذا. الضحك ما الضحك. سمعت الكلام اللي قاله أول؟ كله كذب. الكورونا مرض عالمي، هدد اقتصادات دول عظمى، هدد حياة رؤساء ووزراء ومسؤولين في دول متقدمة، ما ادري لي عاد موصل الفنادق. وهذا المرض مصنف كجائحة. تعرفون متى يسمى المرض جائحة؟ يسمى المرض جائحة لما توفر في 3 حاجات: يكون مرض معدي وسريع الانتشار وما حد يقدر يسيطر عليه. وكورونا ما حد سيطر عليه لأنه وصل كافة دول العالم، والناس المقفل اللي كمان كانوا يقولون ماشي كورونا بيوصل اليمن، واليوم قد كورونا عندنا، مع ذلك مش مصدقين. اليوم بقول لكم ان الوضع في اليمن بيكون مأساوي لدرجة كبيرة جدا. هذا مش كلامي، كلام منصة وعي وكلام الكثير من المنظمات الصحية العالمية، وانا مخوفكم بهذا الكلام. انا احبكم وبغيت لكم الخير، وهذا منشور من صفحة يوسف عجلان. في ساعة واحدة في الفيس جمع 77 تعزية من اصحابه. تخيلوا هذول من اصدقائه ومعارفه، كيف الناس اللي ما يعرفهم؟ عشان تعرفون الوضع كارثي من الآن ومن أول. ومع هذا كله الناس مش مقدر الوضع، ما يتخذون وسائل الحماية الشخصية رغم ان الموت في كل مكان، مش عارفين من منا يكون الميت القادر. انا مخوفكم بس حاب نقول لكم الوضع، يعني من الاخير نحن نعيش اليوم بين اموات احياء. يا رجال روح لك من الكلام ذا، ما باقي لا تقول انت بتموت بعد يومين ومحفوظ بيموت بعد 3 ايام. الكلام ذا ما يجيب من راسي، الكلام موجود في كل مكان. ايش من مصادر وايش من كلام تنشرون بس كلام؟ انتم مهملين يا رجال، كلام نص من كيسكم. انا احبكم بغيت لكم الخير كله. انا مش قصدي شويه كلام الناس تقول ما تخرجون لا تجمعون الناس الكلام كذاب كذا، لا مصادر لا ناس دكاتره يقولون لا تسلموا الناس، لا تفزعوا الناس، سلم لا تجلس حالاتهم تسبب الخوف. رجعنا نبص الناس انتم مسؤول عن هذا، انتم خايف على نفسك خاف على اهلك. الناس عندهم مسؤوليات ثانيه تمشون تتكلم تقول لا تخرجوا الناس، تقول خاف عليك يا رجال انتم. ما شاء الله اصواتكم لاخر القناه، اصحاب القنوات الثانيه يشتكون. انا اللي تاخرت شوي، كيف لو خليتكم القناه؟ وينكم ولا فزعتوا؟ لا ما نحن فزعانين ولا شيء، انت قصرت في شغلك، واذا انت قدها تنازل نحن موجودين في كفاءات موجوده. ما حبغاك. لحظه ايش بتسوي؟ كلامه صح يا اخي، ويوم كلامه صح خلينا من كلامه. شوف نفسك ريض الحين انت. خلنا حنكمل الحلقة. طيب شوفك بعدين.
وصلنا كلامهم كله، ومش لوحدهم على فكرة، في كثير في المجتمع بالشكل هذا، منقسمين لطرفين، طرف يقول المرض تافه موضوع أكبر من حجمه وإن الناس بس بيسترزقون من ورانا، الطرف الثاني بالفعل معطي الموضوع أكبر من حجمه ومهولين ويقول لك بكرة كلنا بنموت، وكل واحد يشوف نفسه على صح. قليلين اللي ماخذ الموضوع بوعي وعقلانية. أنا ما برد على الموضوع هذا، في آية كريمة ترد على هذا النقاش بشكل مختصر ووافي. قال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يكن كاذبا فعليه كذبه وأن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه الآية تلخص لنا النقاش كامل باختصار. إذا كان الموضوع حقيقة فأنت التزم بيتك وقولك بتسلم، وإذا كان الموضوع كذب فأنت مش خسران شيء، أنت في النهاية محافظ على نفسك ومحافظ على نظافتك. أنا جيتكم اليوم مش عشان أقول لكم إحصائيات وأرقام، في ناس متكفلين بالموضوع أكثر من منظمة الصحة نفسها. بخلاصة بسيطة بختصر لكم الموضوع كامل. الكورونا مرض خطير وقاتل نفس ما قالت منظمة الصحة العالمية، بسببه انهارت اقتصادات كبرى وتغلقت الدول بكاملها، وملايين من البشر أصيبوا والآلاف منهم توفوا، أصيبوا وتوفوا رغم كل الإمكانيات اللي عندهم واللي تمتلكها دولهم. الأعمار والأقدار بيد الله ما ننكر شيء، لكن هذه تعتبر أسباب قوية في الوقاية والحفاظ على الصحة. في مشكلتين للمرض، المشكلة الأولى إنه ما له علاج الآن. مئات الأخبار تقول إنه في علاجات، بيتوصلون لعلاجات، يكتشفوا علاجات، بيجربون علاجات، لكن للآن ما في أي علاج أثبت فعاليته تجاه المرض، ولا قد حد نزل علاج قدر إنه يعالج المرض. لذلك لا تصدقون اللي يقول لك قرفة مع هيل مع رد مع عصيد مع صليط مع ليم مع خضار مع زيتون، مش ناقصين الخلطات ولا اختراعات حمراء جديدة. المشكلة الثانية في المرض إنه سريع الانتشار. عفوا يا أستاذ لو سمحت، أنا أقدم هنا شوي بس، تحرك. سريع الانتشار بدرجة ما حد يتصورها، وعشان كذا ما حد يقدر يسيطر عليه واجتاح العالم كله. أما من ناحية الفتك فهو يعتبر ضعيف جدا، ما يستحق التهويل والرعب اللي منزلينه عليه، لأن في أمراض قاتلة وأكثر فتك منه. في عام 2015 قتلت أمراض القلب حوالي 8 مليون بني آدم، و6 مليون ماتوا بسبب السكتة الدماغية، هذا غير 3 مليون ونص اللي ماتوا بسبب أمراض التنفس. في المقابل وفيات كورونا ما تجاوز ل 400 ألف لليوم. نحن ما نستهين بالأرواح اللي توفت ولا بالأشخاص العزيزين اللي فقدناهم، بس وضح لكم إن المرض مش بالدرجة هذيك اللي متخيلينها. حتى الناس المصابين بالفيروس 80% منهم يتعافون دون الحاجة لرعاية صحية، يجلس في بيته هم بدرجات متفاوتة، أعراض المرض تظهر عليه فترة بسيطة وتختفي الأعراض، بس ضروري يحجر نفسه في البيت عشان ما ينشر العدوى في بيته ويمنع الزيارات عشان ما يعدي أحد. ونحن برضه نتجنب الخروج الغير ضروري، إذا خرجنا حاجة ضرورية نلزم بالتباعد الاجتماعي 3 خطوات بيننا وبين كل شخص، ونتجنب المصافحة ولمس الأسطح العامة والأشياء الغير ضرورية. ولما ترجع تلزم بغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو تعقمهم بمعقم كحولي لا تقل نسبة الكحول فيه على 60%، لأنه إذا بيجيك مرض غالبا بيجيك من يداتك لما تلمس عينك او انفك او فمك. باختصار يعني ضمن يداتك تضمن سلامتك باذن الله، الا اذا بتسوي لايك وسبسكرايب تشيل لك لفه على الفيديوهات في القناه عادي ما يضر. انا اعقم القناه كل يوم. شكرا لكل شخص ساعدنا في إنتاج هذا الفيديو، خاصة المخرج العظيم أبو عبد على عسكور، والمصور الرهيب ورد فان محمد حيان، شكرا شاعر.